السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب ازيكم عاملين ايه بعد مباراة سموحة والأداء الفني العملاق وثلاث دقايق كانوا كافيين إن الأهلي يجيب جونين. حاجة جميلة جدا إن أنت طبعا قدام نادي الأهلي وبتتفرج وقدام سموحة، وسموحة ما أدراك ما سموحة، وكان ليهم عندنا واجب. لازم الواجب ده يترد لهم وترد لهم في الدور الثاني وبنتيجة تقيلة جدا 4-0، والنتيجة ديت بالنسبة لي أنا مرضية. ننسى بقى اللي فات امبارح ونبتدي من جديد بقى ونيجي نتكلم عن صفقات نادي الاهلي. بس قبل ما نتكلم عن صفقات نادي الاهلي هنتكلم عن النقطتين الاهم في الفيديو بتاعنا النهارده. النقطه الاولى هو تمرد نجم الفريق على موسيماني وعلى دكه نادي الاهلي، والخبر الثاني نجم نادي الزمالك بيعرض نفسه على نادي الاهلي وبيقرر ان هو ممكن يتنازل عن اول راتب ليه لصالح نادي الاهلي حبا في نادي الاهلي، وبكده بيضع ناس كتير جدا في مأزق وبيحط ناس كتير جدا في مكان مش حلو خالص. الخبر الاولاني وهو خبر نجم الفريق اللي بيتمرد على دكه نادي الاهلي، وقالها نصا هو الكابتن ناصر ماهر، قال كده بالنص ان هو مش هيقعد تاني على دكه نادي الاهلي ومش هيخرج اعاره. عايز تطلعني طلعني، انا خلاص مش هنقعد ومش عايز نقعد اعاره ومش عايز نقعد على دكه البدلاء. الحكايه ابتدت من مباراه انبي وكانت في اول الشهر اللي فات. طبعا مباراه انبي كانت مع نادي الاهلي وكابتن موسيماني، حصلت الازمه مع ناصر ماهر وقتها. كابتن موسيماني وعده بدقائق اكتر الفتره اللي جايه وان هيلعب وقت كبير اول الفتره اللي جايه، ولكن موسيماني نظرا للضغوط اللي حصلت والحاجات اللي حصلت والكام ماتش الجامدين اللي حصلوا ما قدرش ان هو يعمل روتيشن في المكان ده بالذات اللي هو مكان قفشه. قفشه بالنسبه لموسيماني هو الجولدن بوي، هو ابو تريكه في عصر جوزيه كده، يعني ما يقدرش يستغنى عنه كابتن موسيماني، لان هو يعتبر بيضحي بحاجات كتير جدا في سبيل انه يقعد قفشه على دكه البدلاء. ناصر ماهر قالها بالنص كده: انا عندي 4 عروض فرنسيه يا كابتن، سيبني نمشي، انا مش هنمشي اعاره في الميركاتو الصيفي القادم. بس خلي بالك يا كابتن ناصر، ما تبقاش تيجي بعد كام سنه زي ما قلنا اللي قبل منك وتيجي تندم تاني وتقول يا ريتني قعدت على دكه نادي الاهلي، اللي هي شرف لاي حد في مصر ان هو يقعد على دكه نادي الاهلي. عايز تشوف مستقبلك مفيش مشكله، بس ما تجيش تندم تاني بعد اللي انت عايز تعمله. الخبر التاني معانا النهارده هو كابتن احمد سمير نجم نادي الزمالك واحد ابرز ناشئين نادي الزمالك اللي فرط فيهم نادي الزمالك بسهوله، واللي تقريبا شبه 50% او 60% الصفقه خلاص يعني اتحسمت. يعني هي تقريبا اتحسمت، مش 50 او 60 كمان، دي اتحسمت الصفقه خلاص ويعتبر في نادي الاهلي. والراجل قال لك انا عندي استعداد نقدم تنازلات لدرجه ان انا ممكن نتخلى عن الراتب بتاعي مقابل ان انا ننضم للنادي الاهلي او حاجه مني كده للنادي الاهلي. شعور جميل طبعا. كابتن احمد سمير يعتبر 5 هداف الدوري المصري السنه دي، عنده 11 هدف زي محمد شريف زي عمر كمال، وبياتوا ورا مين هما الاثنين بقى؟ اشرف بن شرقي والهداف احمد ياسر ريان. طبعا واحد زي احمد سمير لما يطلع يقول الكلمتين دول طبعا بيحط ناس تانية في منظر وحش طبعا جدا، لان الناس التانية دي كان خير نادي الاهلي عليها، ناس كانت اصلا قاعده في الدكه في الدوريات بره، ونادي الاهلي جابها ولمعها وخلاها نجم منتخب مصر وخلاه رقم 1 في المنتخب المصري. ما علينا. طبعا الصفقه الثالثه بتاعت نادي الاهلي اللي ان شاء الله هتخلص في نهائي دوري ابطال افريقيا القادم مع كايزر تشيفز. المباراه ديت هتبقى في المغرب. كابتن محمود الخطيب هيسافر المغرب مع البعثه وهيحاول ان هو يلتقي بمسؤول نادي الرجاء البيضاوي في حال قبول العرض من نادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب هيجيب معاه وهو جاي، طبعا مش سفيان رحيمي، هيجيب معاه وهو جاي البطاقه الدوليه والاستغنى من نادي الرجاء البيضاوي، وهنقول له مرحبا بك في النادي الاعظم في افريقيا. سفيان رحيمي هيبقى اضافه جميله جدا، ولاعب لسه صغير في السن وشفناه بيلعب في وش بيراميدز ماتش واثنين وثلاثه. لعيب عنده روح ولعيب عنده امكانيات ولعيب عنده قدره فنيه كبيره جدا، واذا كان مفيش حد بيسنده بس هو لعيب لنفسه، لعيب بنفسه. نتمنى ان هو طبعا يبقى ليه مستقبل معانا ان شاء الله. وكريم فؤاد الصفقه اللي انتهت تمام. كريم فؤاد يعني من الصفقات اللي عجباني جدا، لعيب بيلعب يمين وشمال وبيلعب خط نص وديفندر وكل حاجه، بيعمل كل حاجه. ربنا يحميه يا رب ويرجع يعني يبقى معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا بادجي مش عاجبه ان هو يطلع اعاره النادي الاهلي، نادي فرنسي مقدم له عرض 450 يورو سنويا في فتره الاعاره، ولكن بادجي بيفكر ان هو يمشي بقى على فرنسا ومش عايز يرجع تاني، عايز يبقى بيع نهائي. هنقول له طبعا مع السلامه وخد معاك بواليا معاك. الموضوع مش فارق كتير، النادي الاهلي ما بيوقفش على حد زي ما قلنا قبل كده، وزي ما غيرنا قال وقبل مننا قال، ومن سنه 1907 ناس كتير قالت الكلام دوت واتكلموا وقالوا ان النادي الاهلي ما بيوقفش على حد، وفعلا النادي الاهلي ما بيوقفش على حد. هننتظر طبعا
مباريات قويه جدا بعد نهائي دوري الابطال، اللي هيبقى في معظم اللعيبه بتوع الاهلي في الاولمبياد وبيلعبوا في اولمبياد، وابرزهم محمد الشناوي واكرم توفيق اللي هيبقوا هناك ان شاء الله مع الفريق. في النهايه بنتمنى التوفيق للجميع، وبنتمنى ان احنا نشوف اولمبياد جميله، وبنتمنى ان احنا نادي الاهلي يفضل دايما في تقدم وازدهار. والمباراه القادمه ان شاء الله في الدوري هتقربنا شويه، لان احنا لو لعبنا ماتشات اللي جايه كلها ان شاء الله هنبقى احنا متصدرين الدوري المصري. ايا كان بقى الغريم بتاعنا بيتاجل له ماتشات، بيتجاب له حكام على المزاج، ايا كان بيتعامل معاه ايه مش هتفرق كتير. واذا كان النهارده اتحاد الكوره طلع قال ان هي المباراه اتاجلت مع نادي غزل المحله بسبب وجود احتفالات في استاد القاهره، ما اعرفش الاحتفالات ايه، بس في النهايه ان شاء الله الاهلي يقدر والاهلي قادر، والاهلي ان شاء الله هياخد الدوري ال 43 في تاريخه. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.